انتهت المعركة الأولى في مونديال 2026، سقطت الأقنعة وحسمت البطاقات، وعشنا جولة أخيرة مجنونة كشفت عن الملامح النهائية للمشاركة العربية في أكبر نسخة عبر التاريخ، بين فرحة تأهل تاريخي لبعض المنتخبات وصدمة مغادرة مبكرة لمنتخبات أخرى. إليكم الحصيل الكامل والملخص الشامل للمشاركة العربية في دور المجموعات. البداية مع الأفراح والقمة. أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ في كندا والمكسيك وأمريكا. تأهل مستحق بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ليضرب المغرب موعدا ناريا ضد هولندا في الدور الثاني والثلاثون. وبنفس العزيمة الفراعنة يؤمنون العبور، ومنتخب مصر يقتنص الوصافة ب5 نقاط بعد تعادل حبس الأنفاس ضد إيران، وتنتظره مواجهة قوية مفتوحة أمام أستراليا. أما محارب الصحراء فقد أوفى بالوعد. منتخب الجزائر تعادل بنتيجة 3-3 مع المنتخب النمساوي ليلتحق بركب المتأهلين الكبار. لكن المونديال لا يرحم. في المقابل غادرت 5 منتخبات عربية البطولة رسميا من دور المجموعات. تونس والعراق وقطر أنهوا المشوار في ذيل مجموعاتهم بأداء مخيب للآمال. أما المنتخب الأردني فقد ودع البطولة برأس مرفوع بعد قتال شرس، في حين تلقت السعودية صدمة قاسية بعد تعادلها أمام الرأس الأخضر، لتنهي مشوارها بنقطتين فقط وتغادر المونديال مبكرا وسط حسرة جماهيرها. الآن مصر والمغرب والجزائر يحملون الراية العربية في الأدوار الإقصائية، والخطأ القادم يعني الخروج المباشر. توقع الشخصي كل من الأسود والمحاربون والفراعنة قادرون على تدمير طموحات الكبار والذهاب بعيدا. والآن الدور عليكم، شاركوني في التعليقات ما هو تقييمكم للمشاركة العربية، ومن ترشحون للوصول لأبعد نقطة في المونديال. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة.